السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات شمس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة دائما ضمن الوصفات ديال رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسيطلات صغار ديال الحوت بواحد الشرموله اللي كتزيد هذا الذوق، كتخلي لنا البسيطلات ديالنا كيجيو لذاذ ورائعين. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير ديال هذه البسيطلات. المكون الرئيسي ديال هاد البسطيله صغيره وهو الحوت كيف ما ذكرت معكم في الاول. عندي هنايا كيلو لاروب ديال الكروفيت اولا تقريبا 700 غرام، وعندي نصف كيلو ديال السيبيا. يمكن لكم تختاروا اي حوت عندكم اولا اي حوت كتفضلوا. اول حاجه غادي نحتاجها وهي الشرموله اللي غادي نشرمل بها هاد الحوت ديالي. غادي ناخذ القزبر ومعدنوس كيف ما كتلاحظوا، واحد الكميه لا باس بها، تكون كميه شويه كثيره. غادي نضيفوا على هاد الربيع حامضه مصيره كما كتلاحظوا، راه طحناها باش ما تجيناش باينه في البسطيله. وغادي نضيف واحد 5 اولا 6 الفصوص ديال الثومه محكوكين. الحامضه درتها انايا صغيره، الا كانت عندكم ثومه حامضه كبيره تقدروا ديروا غير نص. كذلك غادي نضيف نص كاس ديال الزيت البلديه، وغادي نضيف واحد 3 المعالق ديال صوص صوجا. عندي هنايا صوص صوجا ثقيله. غادي نزيد نص حامضه اللي عصراها، غادي نضيفها حتى هي لهاد الشرموله، ضروري الحوت كيبغي الحامض. وغادي نضيف التوابل. غادي نحتاج ملعقه كبيره ممسوحه ديال الخرقوم البلدي، عندي نص ملعقه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، ملعقه ممسوحه ديال البابريكا اولا التحميره، ملعقه كبيره ديال السكينجبير ما تكونش عامره بزاف، وعندي ملعقه صغيره ديال عطريه الحوت، وعندي قشور ديال الكروفيت اللي مطحونين. الا كانوا عندكم ديروهم، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليهم. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين. كنخلط الشرموله مزيان حتى كيتجانسوا لينا هذوك العطريه اللي فيها مع الحامض مع الربيع. صافي غادي نحطها على جنب. وغادي نحتاج كذلك في هذه البسطيله عندي علبه ديال الشامبينيون، وعندي الزيتون الخضر اللي قطعتهم مزيان، طحنتهم مزيان في الطحانه باش ما يبقاوش باينين لينا في البسطيله، يعطيونا غير مذاق زوين فقط. تقدروا هاد الشامبينيون المعلب تعوضوه بشامبينيون نواغ الا عندكم حتى هو. غادي ترقدوه مزيان في الماء حتى كيطلق وتغسلوه مزيان وتطحنوه مع الزيتون. صافي غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نشرمل فيها الحوت، وغادي نوضع فيها الكروفيت. غادي نضيف عليه ملعقه كبيره عامره مزيان ديال هاد الشرموله اللي وجدت معكم، وغادي نشحر الكروفيت ديالي دغيا كيطيب، ما كياخذش معايا وقت بزاف. نشعلوا عليه عافيه تكون شويه مجهده باش ما يطلقش لينا هذاك الماء ديالو، حنا بغينا غير يتشحر دغيا ما يطلقش ليا الماء. صافي غادي نبقى نخلط فيه حتى كيوجد، وغادي نطفي عليه. وبنفس الطريقه غادي ندير الحوت الاخر اولا السيبيه حتى هي. غادي نوضعها في نفس المقله، وغادي نضيف عليها ملعقه كبيره ديال الشرموله، وغادي نشحرها حتى هي العافيه شويه تكون مجهده. صافي ما كتاخذش معنا وقت بزاف، فقط واحد 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. ما نخليوهاش طيب بزاف، حيت هذا النوع ديال الحوت الا خليناها طيب بزاف كتعصى لينا كتولي قاصحه. 8 دقائق حتى ل 10 دقائق صافي كتوجد ودغيا كطيب. واخر حاجه اللي غادي نشحرها حتى هي في نفس المقلاة، غادي ناخذ هذاك الشامبينيون والزيتون اللي قطعتهم رقاق بزاف، غادي نوضع عليهم حتى هما ملعقه كبيره ديال الشرموله، وغادي نشحرهم. هنايا غادي نضيف عفوا واحد شويه ديال الزيت فين يتقلى ليا هذاك الشامبينيون، حيت الحوت كيطلق الماء شويه فاش كيطيب. هاد الشامبينيون والزيتون ما كيطلقوا لا ما لا والو، خصني نضيف لهم شويه ديال الزيت فاش يتقلى ليا هذاك الشامبينيون. صافي حتى هما ما كياخذوش معنا وقت بزاف، دغيا نشحرهم ونطفي عليهم. من بعد ما شحرت الحوت ديالي وشحرت هاد الشامبينيون حتى هو، دابا غادي ندوز للشعريه الصينيه اللي انا رقدتها في الماء ديال الكروفيت. خليتها حتى ترقدت ليا مزيان، وقطعتها بالمقص، قطعتها على قطع صغيره. صافي غادي نضيف ليها هذيك البقيه ديال الشرموله حتى هي، وغادي نخلطها مزيان هاد الشرموله. غادي نستعمل الايد ديالي باش غادي نخلطها، باش كنخلطها مزيان وهذيك الشرموله كتجانس ليا مزيان مع داك الفيرميسيل. صافي من بعد ما غادي نخلطها كامله، غادي نضيف هذوك الحوت اللي شحرت مع هذاك الشامبينيون والزيتون حتى كنحصل على واحد الحشوه اللي كتكون بنينه وكتكون رائعه. ما نقولش لكم المذاق ديالها كيف جا.
بالنسبة للكمية ديال الفيرميسيل اللي خدمت بها، وهي علبة كبيرة ديال الفيرميسيل ديال الروز، ما بغيتش نقوي بزاف الفيرميسيل باش كيبقى ليا هذاك الحوت باين. الحشوه ديالي وجدات كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما خلطتها مزيان غادي نوضعها على جنب حتى كتبرد تماما، عاد كندوزو باش نخدموا الورقه. الورقه ديالي هي هذه، انا استعملت الحجم الكبير، هي اللي غادي تقدني في هاد البسيطلات الصغار. غادي نبدا نفك فيها وغادي نحط على جنب غير القياس اللي غادي نخدم فقط، ما نحلهاش كامله باش ما تنشفش ليا. والنص الاخر غادي نوضعه في البلاستيك اليمونتير وغادي نخليه على جنب باش ما تنشفش ليا. غادي ناخد واحد جبانيه اللي غادي نعبر فيها البسطيله ديالي. غادي ناخد الورقه غادي ندهنها بالزيت، وغادي ندير الجهه الحرشه هي الفوقانيه هي اللي لداخل صافي. وغادي ناخد الكميه ديال الحشوه اللي غادي نوضع. انا هنا كما كتلاحظوا راني درت واحد الورقه واحده اخرى مدوبله باش ما حيت بانت لي الورقه شويه بحال غادي تسقب ليا ما زويناش صافي. وضعتها باش ما تسقبش ليا البسطيله ديالي. وغادي نوضع الحشوه. الكميه كتبقى اختياريه، يعني الا كنتو غديروها للدار غادي تشوفوا نتوما اش كتبغيو، واش بسطيلات كبار اولا صغيورين، المهم على حسب الاختيار ديالكم. غادي نبدا نطوي فيها بهاد لي بلي بهاد الشكل هذا حتى كنحصل على بحال شكل الرزيمه صافي. غادي ندور غير واحد تقريبا واحد الدوره ونص، ما نزيرش بزاف باش ما تقطعش ليا الورقه صافي. وغادي نبدا نفك في هاد لي بلي بحال هاد الشكل هذا نقادهم. وغادي ندور البسطيله ديالي غادي نبدا نقاد مزيان هذوك الجوانب ونلصق فيهم بالصفر ببيضه كامله. وضعت فيها واحد شويه ديال الخل وغادي نبدا نلصق فيها. من بعد كنقلبها كنحصل على هذا الشكل هذا. غادي ضروري نقادوها نفينيوها. الا بان لينا شي جنب هكا ديال الورقه باقي واقف شويه نعاودو نلصقوه بالبيض صافي. غادي ناخذ ورقه واحده اخرى ندهنها بالزيت بنفس الطريقه. غادي ندير الجهه الحرشه هي اللي تكون لداخل صافي. ونحط الحشوه ديالي. ودائما ملي كنبغيو نهزو الحشوه يعني كنهزو الفيرميسيل كنهزو نحاولوا نهزو معاها شويه مثلا ديال الكروفيت، شويه ديال الحوت البيض اولا السيبيا اولا يعني اي نوع خدمتو به باش البسطيله ديالنا كتجي فيها جميع الانواع ديال الحوت، فيها الزيتون فيها الشامبينيون، ما كتجيناش غير الفيرميسيل بوحدها. غادي نطويها حتى هي بنفس الطريقه غير دوره ونص، ما نزيروش بزاف صافي. وغادي نحلها ونبقى نقادها بحال هكا حتى كيتقادوا لي هذوك الطويات كيجيو مقادين وحده على وحده صافي. كنقلبها وكندهنها حتى هي بالبيض وكنبقى نلصق هذوك الجوانب. حتى كنحصل على واحد البسطيله اللي كتكون بحال شكل الوريضه وكتكون فينيه كما قلت لكم. هذوك الجوانب قادوهم مازال لصقوهم بالبيض. الا بانت لكم شي وحده شي بحال هكا واقفين قادوهم لصقوهم ونحاولوا نضغطوا عليها شويه بايدينا باش كيلصقوا. غادي نبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل البسيطلات ديالي كاملين. انا هاد البسيطلات ما غنطيبهمش دابا، غادي نحتفظ بهم في المجمد. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ غادي ناخذ واحد البلاطو اللي كيدخل لينا المجمد، غادي نفرشوا ليه واحد الفيلم اليمونتير اولا بلاستيك بيضه. غادي نحطهم كاملين نحاول ما نلصقهمش مع بعضياتهم، نبعدهم شويه على بعضياتهم ونستفهم في البلاطو نخليهم حتى كيجمدوا. الغد كنهزهم كنحطهم في بلاستيك اللي ديال المجمد. نهار كنبغيهم كنجبدهم، ما كنخليهمش حتى كيذوبوا حيت الا بقاو حتى دابوا لينا غادي غادا تقطع لنا الورقه. هكا كنخليوهم مجمدين وكنوضعوهم في اللاطه اولا في الصفيحه ديال الفران وكنشعلوا عليهم عافيه مهيله وكنخليهم حتى كيتحمروا مزيان وكيطيبوا كيجيو زوينين كيبقاو مده طويله في المجمد، ما كيخسروش وقت اللي بغيتوهم جبدوهم. وقبل ما ندخل لهم المجمد غادي ناخذ واحد الكيردون اولا عود ديال الشواء وغادي نحاول نثقبهم باش ما يطرطقوش ليا في الفران. البسيطلات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا. من بعد ما ساليتهم خرجت لي الكميه 12 وحده، يعني 12 حبه ديال البسطيله صغيره. كما كتلاحظوا انا درتهم عامرين، درتهم كبار شويه. الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتوهم بحال هكا عامرين مزيان اولا بغيتوهم يكونوا صغار كيبقى لكم الاختيار.
فايت ليا مشاركة معاكم في القناة بسيطلات صغار ديال الدجاج بمذاق الحوت كيجيو رائعين، حشوة كتجي لذيذة تحلفي عليها حتى فيها الحوت. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوهم. وكنتمنى من هاد البسيطلات الصغار ينالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم اكيد ما تنسونيش من تشجيعاتكم، خليو لي لايك ديالكم، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل والى وصفه مقبله بحول الله.